في هذا الفيديو غادي نشوفوا ردة فعل الإخوان ديالنا العرب والمسلمون في كل مناطق العالم. شوفوا معايا الفيديو. السؤال بس عشان انا متلخبط، هو مين المغرب ومين البرازيل؟ حرفيا المنتخب المغربي ماسك المنتخب البرازيلي الشوط الاول ومنفض بيه الملعب. اداء عظيم من المنتخب المغربي بيلقن فيه درس كوره للمنتخب البرازيلي في اغلب فترات الشوط الاول. منتخب المغرب بدا المباراه لا عنده رهبه من المنتخب البرازيلي، افضل من المنتخب البرازيلي في كل ارجاء الملعب، ضيع من اكتر فرصه هدف محقق لحد ما جه اسماعيل السيبري وسجل هدف تاريخي للمنتخب المغربي في مرمى المنتخب البرازيلي. الهدف اللي كان لازم يتسجل عشان يتاكد فيه تفوق واضح للمنتخب المغربي على منتخب السيليساو اللي حرفيا ما جوش الماتش. لعيبه البرازيل واقفه في الملعب مستغربه ان في منتخب عربي او منتخب افريقي قادر انه يجاريهم في السرعات، قادر انه يجاريهم في الكوره، قادر يعمل عليهم شوط كبير قوي زي اللي عمله المنتخب المغربي على المنتخب البرازيلي. انت لك ان تتخيل الدقيقه 24 كارلو انشيلوتي بجلاله قدره راح قعد على الدكه من كتر ما هو زهقان من اللي عامله فيه محمد وهبي المدير الفني العظيم للمنتخب المغربي. وبعدين هو ايه ده يا جماعه؟ هو ايه الجوهره المغربيه اللي اسمها ابو عدي دي؟ ايه لاعب عنده يعني ايه لاعب عنده 18 سنه بيلعب في خط وسط المنتخب المغربي عامل الاداء اللي هو عامله ده على لعيبه زي برونو جاماريش وكازيميرو ولوكاس باكيت؟ ولما بسال بقى هو ده جاي منين، لقيته 18 سنه واساسي مع فرقته. ولكن انت تتخيل 18 سنه وبيلعب في فرقه ليل الفرنسي، اساسي مع ليل في كل ماتشات الموسم، لعيب اقسم بالله هو جوهره مغربيه. ولكن اللي حصل بقى بعد التفوق المغربي ان طبيعي جدا لعيبه البرازيل هتغل لهويتها، هتغل لاسمهم كمنتخب. فينيسيوس جونيور في كوره ميته حرفيا في اقل من خرم ابره بيسجل هدف عالمي للمنتخب البرازيلي. تقريبا دي اللقطه المضيئه الوحيده لمنتخب البرازيل على مدار الشوط الاول. ولكن في المجمل اداء عظيم من المنتخب المغربي. صدقني يا ابني والله العظيم ثلاثه، لو انت عربي وقاعد بتتفرج على الماتش ومش فخور وفرحان للي بيقدمه المنتخب المغربي امام منتخب باسمه وبحجم المنتخب البرازيلي وبالنجوم اللي موجوده، اقسم بالله ملك. والله انا بالنسبه لي انت افضل حارس عربي عبر التاريخ، افضل حارس عربي عبر التاريخ. يسير بذكريات مباريات البطولة في مونديال قطر. ولا نهاية شوط اول 1-1 والله فخر. اقسم بالله يا جماعه المغرب، لك البرازيل بهالاسماء. المغرب افضل اخي، المغرب افضل. لك سامع البرازيل هي تعيد جوله والهدف ده فينيسيوس. اما المغرب يا شو المغرب ضغط نعم خطوره. شو بالهدف هيدي وقت سقطوا هي فوق والله يا جماعه بدي احسن الشوط الثاني. رجعوا لي الشوط الثاني المغرب بدها تحرق البرازيل. رجعوا لي الشوط الثاني المغرب بدنا شو البرازيليين، بدنا شو البرازيل. تعال في الملعب عند منتخب البرازيلي يبقى انت بني ادم مش سوي عقليا وحرفيا محتاج تتعالج. امام اسود الاطلسي لا برازيل، ما في برازيل. المغرب تركع البرازيل وتعلمها ان كرة القدم لا تعترف الا بالعطاء في الملعب. بيض الله وجهك وديما مغرب. كفو يا رجال المغرب. والله يحفظ الملك. كفو. ولي عهده. لا. مع المغرب. كفو. ديما مغرب. ايش هذا المنتخب المغربي الخرافي، شخصية كبيرة قدام البرازيل، روح وثقة كأنهم أبطال العالم وجايين يدافعون عن اللقب. السود الأطلس واقفين راس براس قدام السامبا، بل هم السامبا اليوم. سامبا أفريقيا شفناها الحقيقية، والفرصة ما زالت قوية في الشوط الثاني. في رأيكم يسوونها المغاربة؟ أتمنى يسوونها وهم قادرين. تعادل بين المغرب والبرازيل في مباراة تقول لي كارلو أنشيلوتي فيها تخش عليه كده حتة حسام حسن لما كان بيدرب المصري وتقول له مبروك النقطة. مبروك النقطة يا اسطى، ألف مبروك يا باشا، حصولك على نقطة من منتخب المغرب. منتخب المغرب اللي طالع من المباراة زعلان إن هو ما قدرش يخرج بمكسب من منتخب البرازيل. لا وإيه في الوقت بدل الضايع هو اللي زنق البرازيل في مناطقها وهو اللي بيدور على إنه يحصل على المكسب. أنت من كتر ما المغرب عمالة تقسم على البرازيل في الملعب، أنت بتقول لنفسك بس أناحي زودها. تخيل انت قاعد بتتفرج على البتاع تقول ايه؟ لا بس أناحي زودها. لا بس ابراهيم دياز شايف نفسه شويتين، اللي هو انت قاعد بتتفرج انا مش راضي بالتعادل. يعني انت عارف لو سالت المشجع المغربي دلوقتي، وانا واثق ان الناس اللي موجودين معانا في الكومنتات من اخواتنا وحبايبنا المغاربه، لو سالتهم دلوقتي انتوا رايكم في نتيجه الماتش هيقول لك مش مبسوط يا اخي، مش سعيد. جمهور المغرب يعني يقول لي في الكومنتات يعني هل انت سعيد بنتيجه المباراه؟ هيقول لك لا انا مش سعيد بنتيجه المباراه. هيقول لك لا انا لا يعني كان ممكن نكسب يعني والله، بس لو كان اسمه ايه هو العناوي بس مد رجله في الكوره وعمل، لو كان مش عارف بس صبر على الكوره وناحي في الكوره اللي جات له على ال 18، لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا. المنتخب ده لو كان معاه لامين يامال كان ما يقدر على القدره الا ربنا حرفيا خلاص. يعني اللي هو
هذا الفريق لو كان بيمتلك في لستة الجواهر اللي موجودة عنده في المنتخب لامين يامال، ده يا باشا انت جماعة الانفينيتي ستونز، انت جماعة الجونلز. مباراة المغرب والبرازيل بالتعادل، طبعا الف مبروك المغرب. ديما مغرب يا جماعة. قديش حلو انك تشوف منتخب عربي هالقد عم ينافس منتخب عالمي. انه متخيلين بونو يا جماعة، معقول قديش لعيب. هايو لو لا بحس كان فات 20 جول على المغرب. انا ما عندي مشكله ان انت تتعادل مع البرازيل، ولكن احترم البرازيل شوي. هذا البرازيل المفروض 5 كؤوس عالم، المفروض المرشحين للقب. يا جماعه الخير المنتخب المغربي اليوم بهدلهم اقسم بالله العظيم، بهدلهم من الدقيقه الاولى للدقيقه 90. انت قادر تتخيل ان الدقيقة 99 اللي قاعد يهجمهم المنتخب المغربي؟ يا جماعة الله ما شفناه بالعقل عرفناه. انت يا منتخب يا مغربي يا حبيبي انت قاعد تلعب امام البرازيل. المفروض ان احنا خايفين، احنا ندافع، احنا نحاول نطلع باقل الخسائر، مو احنا قاعدين نتعادل. لا اسف، هم يتعادلون معانا. لا ما يتعادلون معانا، احنا نبهدلهم، نخلي كاسميرو يطلع بين الشوطين، نخلي انشيلوتي حاط يده على راسه. والله العظيم فخر اللي صار اليوم. لما المغرب فرضت اسلوبها على المنتخبات الكبيره، من كل المنتخبات الكبيره دلوقتي بقت تعمل لها 1000 حساب، ومن ضمنها البرازيل. ازاي البرازيل ما اتجرأتش ولا انها فتحت دفاعاتها ولا انها فتحت خطوطها؟ لا بالعكس، لعبت ماتش صح قدام فرقه كبيره محترمه زي المغرب. بس بعيدا عن النتيجه وبعيدا عن اي حاجه، انا عايزك تمدح وتملي عينك بواحد ما شاء الله اسمه ايوب بوعدي. انا لما دخلت اتفرج على الواد ده لقيته عنده 18 سنه وبيلعب بهذا الاداء بسم الله ما شاء الله قصاد البرازيل. بوعدي ما شاء الله عليه بيسلم ما بين الخطوط وبيستلم وعادي وبيرقص وبيعدي من ده وبيلتحم مع ده وبيخش في كل كوره، ولا خايف ولا هايب الموقف ولا عامل حساب لاي حاجه. وهرجع واقول لك تاني، دي العقليه. ايه يعني بلعب البرازيل؟ ايه المشكله لما تلعب البرازيل وتكسب البرازيل كمان؟ بس التعادل مش وحش، بالنسبه للمغرب. يعني الحمد لله النهارده قطر اتعادلت والمغرب كمان اتعادل، يعني بدايه حلوه بالنسبه للمنتخبات العربيه. مصر خسرت من البرازيل في الماتش الودي اللي فات، انا قلت ان احنا كان عندنا اداء احسن من كده ممكن نقدمه. الناس طلعت وانتقدتني وقالت يا عمر يعني انت عايزنا نكسب البرازيل؟ طب هتتفرج على المغرب، اتفرج على المغرب كده شوف عاملين ايه في البرازيل، وما تقوليش فرق امكانيات. بالله عليك هي في الاول وفي الاخر انت بتكون شخص مصدق نفسك، مآمن بنفسك ومآمن بقدراتك ان انت تعرف تعمل اي حاجه هتعملها في الكوره. ياما شفنا منتخبات وانديه امكانياتها اقل من كل اللي موجودين وعملوا انجازات وخدوا بطولات. انت عمرك ما هتحقق انجازات، وعمرك ما هتبقى منتخب كبير، وعمرك ما هتعمل اللي انت عايزه طول ما انت مش مصدق نفسك، طول ما العقليه دي ما اتغيرتش. ايه ده البرازيل هنعمل قصاد البرازيل، ايه ده بلجيكا هنعمل قصاد بلجيكا، ايه المشكله؟ يا عم صدق نفسك، يا عم حتى لو امكانياتك اقل منهم صدق نفسك. المنتخب المغربي ومستوى مشرف ومرضي اتوقع لجميع المغاربه. مبروك تعادل، لكن والله العظيم كان المغرب يستحق الفوز. اقسم بالله يا المغاربه لازم تمسكوا لاعبكم المحور ذا. عبد الله شايل المباراه، شايل شايل المباراه، شايل ابو كدش. عرفت الكدش؟ اتوقع ايوب، قصدك ايوب. ما شاء الله لعيب والله في عناصر كثيره في المنتخب المغربي يقدم مستوى تاريخي. التعادل ده طعم الفوز عند المغاربه. طيب ايش لي يعني طعم الخساره عند البرازيل؟ انا قلت اتوقع انه المغرب بيتعادل وبيخطو فيها نقطه يا 3 نقاط. والله المغرب كان يستحق ال3 نقاط في هذه المباراه. 4 فرص مقابل فرصتين للبرازيل. هي المرتده دي هي مرتده يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. راح صبري يا عيني على الجول، يا عيني على الجول، يا عيني يا صبري، يا عيني. جبار، لاعب جبار وقلت عليه، والله لاعب جبار وقلت عليه جوكر منتخب المغرب. يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ولاد اللعيبه، يا ولاد اللعيبه، يا ولاد اللعيبه. اسماعيل صباري الهدف الاول، الهدف الاول مغربي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. منتخب يشرف وربي، منتخب يشرف. اسيست دياز، يا عيني يا عيني على الفينش، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه على اللمسه. ابلع يا اليسون، ابلع يا حبيبي، يا ابن اللعيبه على اللمسه، يا ابن اللعيبه على اللمسه، يا ابن اللعيبه على الفينش. يا عيني على الجون يا عم صباري، يا عيني على الجون يا عم، يا عيني على الجون يا عم، يا عيني على الجون يا عم. يا جدعان منتخب المغرب بيلعب مباراة أحسن من ماتشات كأس العالم اللي فات والله. إيه ده؟ إيه البداية دي؟ قدام البرازيل؟ أنا مش مستوعب. استر يا رب، استر يا رب. فيني لا، فيني لا، فيني لا. دي أول هجمة، أول هجمة، أول تسديدة. فينيسيوس، أول هجمة ليهم،
اول هجمه ليهم في الماتش ما شفناش بونو. حرام والله، حرام والله، حرام اقسم بالله. يا حكيمي يا حكيمي ما يعديش، ما ينفعش يعدي. انشيلوتي فاق، انشيلوتي شم نفسه. حرام اقسم بالله، حرام اقسم بالله. 32 دقيقة ما عملوش هجمة يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة يا فيني. لا 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 ما يعديش كده، ما يعديش كده ابدا. نائل عيناوي صح؟ نائل عيناوي ما يعديش كده وما يشوطش ابدا، ما يشوطش ابدا. يا بونو يا بونو خرج يا بونو، خرج يا بونو، خرج يا بونو، خرج يا بونو. 1-1 التعادل للأسف، التعادل للأسف تعادل غير مستحق والله، تعادل غير مستحق اقسم بالله. سؤال لكم، عمركم شفتوا منتخب عربي يا اخوان يلعب مع منتخب كبير زي المنتخب البرازيلي الند بالند، والمنتخب البرازيلي يحسب له 1000 حساب قبل المباراة؟ لا يا جماعة، بتاريخنا ما شفنا الا المنتخب المغربي ما شاء الله. شوفوا احصائيات المباراة، البرازيل متفوقين يا اخوان بالاستحواذ فارق بسيط. شوفوا الاهداف المتوقعة للمنتخب المغربي، اجمالي التسديدات للمنتخب المغربي، تفوق واضح يا اخوان للمنتخب المغربي. وبعد تعادلكم مع المنتخب البرازيلي الشيء الجميل بعد يا اخوان الصدارة صارت بيدك. تفوز في المباراة الجاية قدام المنتخب الاسكتلندي انا اضمن لك الصدارة، انا اضمن لك الصدارة. هيتي مباراة بتكون سهلة باذن الله، تفوز على اسكتلندا اللي منتخب صراحة قوي. بعدها انا اقول لك رسميا المغرب متصدر على المنتخب البرازيلي. الشيء اللي مقهور عليه انا بشكل كبير الشوط الاول، الشوط الاول المنتخب المغربي كان افضل بكثير وكان يستحق يتقدم فارق هدفين، انتهى التعادل بالشوط الاول ما ادري كيف. عموما اخواننا في المغرب منتخبكم يرفع الراس باذن الله، هذه البطوله راح ينافس عليها زي ما نافس في البطوله الماضيه، في المونديال الماضي نافس، الحين بينافس باذن الله. اذا في فرصه تحققون المونديال نبغى منتخب عربي يحقق المونديال. عموما صراحه اتمنى تعطون رايكم في الكومنتات عن المنتخب المغرب العظيم المستوى الكبير اللي قدموه. يا جماعه اعطونا رايكم في الكومنتات، اتصلوا لايك وفولو الرابط وسبسكرايب هناك. تشاو رجعتي. 1000 مليون مبروك لأسود الأطلس، نقطة غالية 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 بصراحة. البرازيل الشوط الثاني أفضل، البرازيل الشوط الثاني أحسن. المغرب من الواضح الشوط الثاني عم بيلعب للتعادل. المغرب معلم فايت على اللعبة، خلاص وصلت المعلومة وصلت القصة، عم يلعب على التعادل، عم بيقول لك أنا أموري تمام هيك. نقطة من برازيل، برازيل أنشيلوتي، برازيل فينيسيوس، برازيل رافينيا، برازيل لا أنا منيح وكذا. ولكن أنا اليوم بدي شيد بلاعب، هذا اللاعب للأمانة بهرني. أيوب بوعدي. مين هاد؟ مين انت؟ مين انت؟ 18 سنة، مين هاد؟ مين هالمايسترو؟ شو هالولد؟ شو هالولد؟ ما شاء الله ما شاء الله شباب تروحين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو هالولد؟ خارق. وقفت لعب 26 27 سنة. الله يحميك يا ايوب، الله يحميك. بصراحة لعب الند بالند، 14 تسديدة من هون، 13 تسديدة من هون، فرصتين كبار بيك تشانس للمغرب، وحدة للبرازيل. الاستحواذ كله معلم اكس جي، كله تقريبا متقارب. مبروك للمغرب، نقطة غالية، مع انه كان برأيي كان فيهم كمان ياخذوها. وهارد لك للبرازيل، بصراحة ليست البرازيل انشيلوتي، تحولات ثم تحولات. اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، بحبكم كثير. انتهت مباراة تاريخية بين المغرب ومنتخب البرازيل. والله العظيم انا ما ودي ابالغ اقول المنتخب البرازيلي المغربي المفروض يفوز اليوم 3، لكن قدم اداء اسطوري ويؤكد انه منتخب صار ممكن ترشح للبطولة. بصراحة منتخب ثقيل داخل الملعب، لدرجة اليوم نشوفه عادي انه يتعادل مع البرازيل، المنتخب المرشح للبطولة، المنتخب البرازيلي بالاسماء الكبيرة في المنتخب مع مدرب كبير مثل انشيلوتي. شكرا للمنتخب المغربي، شكرا على الاداء الرجولي اللي داخل الملعب. هذا يدل انه منتخب متطور من كأس العالم الماضية، وباذن الله تعالى انه يوصل بعيد ويكرر هذا السيناريو اللي صار ويوصل لنهائي كاس العالم اذا يقدر طبعا، ويقدر عندنا امكانيات. مبروك للمنتخب المغربي انه ما خسر اليوم، وهذا شيء ايجابي للمباريات الجايه، والمنتخبات الاخرى راح تحسب لك حساب كبير انك منتخب عالمي، منتخب كبير ومرشح للقب. اقولها بكل امانه بدون اي يعني مبالغه، بصراحه اسماء، امكانيات، اداء داخل الملعب. شفنا اليوم المنتخب المغربي قدم كل شيء. مبروك، ويستاهل المنتخب المغربي هذا الاداء، واكيد مبروك التعادل. انا ما ودي اقول هاردك، لا مبروك قدام منتخب ثقيل، قدام المنتخب البرازيلي. اقسم بالله اللي بيحصل ده يا جدعان ظلم في كرة المغرب. ماسكه البرازيل ومسفلتها حرف في الشوط الاول. يجي يا صديقي البرازيل من اول في اللقاء فينيسيوس جونيور بيقطم وبيحطها في ياسين بونو، انا مش عارف ازاي. هدف اول علامه يا صديقي عن طريق
طريق المغربي اللي باسماعيل السيمون ولا اروع من فوق الحارس البرازيلي اليس، والبرازيل ما فاقتش الا في اخر 10 دقائق من الشوط الاول. لكن شابون المغرب مع المدرب محمد اللي عامل شوط اول عظيم. تقدر تقول ده نهائي كاس عالم مبكر ما بين المركز السادس البرازيل والسابع المغرب. بس حد كلمنا صديقي عن حته الجوهره ده ايوب بوا، حته نص ملعب ما فيش اجمل من كده. وبعيدا عن النقش صديقي اللي بين المنتخبات من كل قلبي اتمناها لاسود الاب لان هي الاحق في اللقاء. مرجله يا المغرب، مرجله اقسم بالله مرجله قدام المرشح الاول انه ياخذ كاس العالم وتتعادلون معاه وكنتم متقدمين. والله مرجله. يعني عندنا اليوم منتخبين عربيه، المغرب ضد البرازيل وقطر ضد سويسرا 1-1. بالتوفيق لهم ان شاء الله في المباراتين القادمه. والله مرجله يا مغرب مرجله. بطعم الخساره للمغرب، المغرب بالذات الشوط الاول قدمت اداء كويس جدا على البرازيل وكانت المفروض تتقدم، لكن فرديات البرازيل هي افضل. عن طريق المغرب يا اخوان سجل هدف خرافي يا اخوان على البرازيل، هو البرازيلي صابر يا اخوان. وبعدين فينيسيوس يا اخوان ركنه لا اله الا الله يا فينيسيوس، فجاه عصب يا اخوان، راوغ وسجل. في لقطات تحس المفروض فيها احمر، زي هنا على اشرف حكيمي المفروض فيه احمر، وهنا كمان يا اخوان برونو جيماراش يا اخوان المفروض عليه احمر، في دعس واضح. لكن التعادل عادل في الاخير يا اخوان. المغرب والبرازيل هم اللي تقريبا راح يتاهلوا 100%، بس اتوقع اللي حيتصدر هذه المجموعه هو اللي حيسجل في هايكي وسكتندا اكثر. بس الله يكرمك عزيزي المشاهد لا تنسى متابعه عشان نقول لك كل شيء جديد اول باول. انتهت مباراة المغرب امام البرازيل بنتيجة التعادل يا اخوان. بعد شوط اول المغرب قدمت فيه اداء خارق، هدف المغرب جاء عن طريق صناعة من دياز اخترق بها دفاع البرازيل والصيباري حطها لوب، فينيسيوس بمجهود فردي تماما سجل هدف تعادل البرازيل. الشوط الاول تحس انه الوهبي وانشيلوتي اتفقوا قالوا له خلاص احنا يعني كده احنا اللي حنتاهل، فايش خلينا نهدي في الشوط الثاني. وحاول البرازيل يخطفوا هدف كذا لكن بونو كان موجود، برضه المغرب كان ممكن تسجل لكن اليسون. وفي النهايه انتهت هذه المواجهه بالتعادل. منتخب المغرب اليوم اكد انه موضوع رابع العالم هذا ما كان مجرد طفره، هي بدايه. فولو لايك يا اخوان، السلام عليكم. اما بعنوان الحذر ثم الحذر ثم الحذر، المنتخبين احترموا بعض بزياده عن اللزوم. يا ناس تتكلموا قمه بين البرازيل والمغرب، 4 تسديدات للبرازيل، 1 فرصه خطيره، تسديدتين للمغرب، 1 فرصه خطيره. هدف المغرب جاء من جمله تكتيكيه واضحه، تمريره من دياز اخترقت قلوب دفاع البرازيل، جعلت مهاجم المغرب صبياري مواجها للحارس واتى هدف المغرب. اما هدف البرازيل بمهاره فرديه خارقه من فينيسيوس، لا يوجد اي فكره هجوميه عند البرازيل. الشوط الاول وسط البرازيل باهت، وسط المغرب اكل وسط البرازيل تماما. مع نزول فابينيو تعدلت الكفه وتحسن وسط البرازيل. من الدقيقه 60 وضحت الامور انه مدرب المغرب ومدرب البرازيل اقتنعوا بالتعادل، الاثنين بطلوا مجازفه. ما اتوقع المنتخب البرازيلي بالاداء هذا يوصل بعيد في كاس العالم ابدا. يا ناس الوسط هذا لو قابل فيتينيا، نيفيز، برونو، انزو، ماك أليستر، باركو، رودري، بدري، رويز، بلينغهام، رايس، ديونغ، رايندرز، اتوقع البرازيل مع اول اختبار حقيقي حتطلع. دمتم. الله أعلق وأصفق على مستوى المنتخب المغربي. طبعا انتهت مباراة المغرب والبرازيل 1-1 بالتعادل الإيجابي. الله يا مغرب، الله تبارك الله. يا ولد هذا عمره 18 سنة، ما شاء الله تبارك الله. ياهو لعيب، ياهو ماسك الوسط مسكه، يا ناس ما شاء الله تبارك الله. عمره 18 سنة. احنا اللاعب السعودي عندنا 30 سنة ويقول اصبر للمتى. هاي قمة الجولة الأولى ما بين البرازيل والمغرب بالتعادل الإيجابي. للأمانة توقعنا كلنا أن المغرب يلعب هذا اللعب الجميل بهذه المتعة بهذا الروح بهذا الإصرار، لعيبة ممتعين، لعيبة كويسين معهم. عكس البرازيل، توقعت ان البرازيل لعب افضل من كذا بكثير، افضل من كذا بكثير توقعت، بالذات ان مدرب مانشيلوتي عندهم اسماء كبيره. الى عجبكم الفيديو عاونونا بالاشتراك والبارطاج وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله. ديما المغرب.